قولوا لي وين كنت انا كي كنتو نتوما ديروا في الطاكوس البسكري. اول مره نجربو صراحه ابهرني، خير من الطاكوس العادي اللي نضلوا نديرو فيه، يجي مقرمش من برا وحار سخون. ما عندي ما نحكي لكم. تبعوا معايا الوصفه للاخر وما تنسونيش في جام ابوني كومونتير ونحكي ما نتوما. وهيا راح نبداو بالدجاج تاعنا وين مارينيتو. جبت كميه تاع الدجاج حسب افراد العائله، درت له 2 مغارف كبار تاع الزيت، كميه مليحه تاع الثوم، شويه تاع الطماطم مصبره، شويه تاع الهريسه. التوابل حنكتبهم لكم اسفل الفيديو، ومغرف كبيره تاع الخل ولا تعوضوها بالليمون، يعني عصره الليمون. فنجان تاع اللبن اللي تقدروا تعوضوه بايوت ناتور، سينو اذا ما عندكمش ما ديروهش. وهنا جبت عجينه تاع مسمن، انا كنت ديجا وجدتها البارح في الليل يعني قبل بالنهار، هكا بتجينا في الصباح الخدمه سهله. لوزتها وخليتها حتى ترتاح، وعلى قد ما ترتاح لكم العجينه مليحه. وجدوها قبل بالليله هكا تلقاوها بزاف سهله. ديروا اي عجينه تاع شواط مسمن اللي موالفين تخدموا بها. وهنا كما كنتو تشوفوا فتحتها فوق بابي كويسون وين دهنتو بشويه تاع زيت ودهنتها هي بالزيت، هكا الخدمه تجيكم بزاف سهله وتقدروا تقلبوها عادي. الورقه تاعكم ما ديروهاش رقيقه، يعني خليو فيها الروح هكا شويه. والورقات تاعنا راهم واجدين. وهنايا نرجعوا للحشو تاعنا اللي فيه كميه، يعني في نفس الطاجين اللي انا طيبت فيه هذاك الشواط. درت كميه تاع الفلفل الحلو والفلفل الحار مقطعين، كميه تاع البصله مقطعه، كميه تاع الطماطم مقطعه، وهذاك الدجاج اللي مارينيتو حطيتهم وخليتهم حتى يطلقوا الماء تاعهم وزيدوا يتكتكوا مليح مليح حتى يدبل لي كلش كيما راكم تشوفوا. ونجيو هنايا لاجمل مرحله وين نديروا الساندويتش تاعنا. هنايا انا درت يعني لكل واحد درت له 2 ورق تاع الشواط هذا ولا الفتات كيما تسميوه. وهنا حطيت شويه تاع الجبن طاري، زدت عليه الهريسه بيجينا حار الحشو تاعنا، واكيد لي فريد. كملتها بشويه تاع الجبن مبشور وقفلت الساندويتش تاعي. صدقوني ابن ساندويتش في الدنيا صراحه عجبني بالبزاف، ويجيكم حار هكا وبنين. وهنايا سخنوا حتى يولي لكم يقرمش من برا. اي استفسار راني رد عليكم وقولوا لي دركا حبينا ولا ما حبينا.